يعني عايزه اعرف لما نقل لنا اعمال ادبيه اجنبيه، احنا كشعوب استفادت ايه؟ احنا استفدنا ايه لما نقلنا اعمال اجنبيه للغه العربيه؟ اقول لحضرتك اولا فهمنا لطباع هذه البشر، لان الاديب هو اول واحد بيعتبر مرايه لاهله وناسه وشعبه والبيئه اللي هو طالع منها. هو اللي بيقول لنا الناس دي بتفكر ازاي، هو اللي يقول لنا القانون بتاعهم ماشي ازاي، لانه بيتعرض لحاجات كتيره جدا في المجتمع وهو بيالف مسرحيه وبيالف قصه وبيالف روايه. وده واضح جدا على الاقل في مسرحيات شكسبير. في مسرحيات كتيره جدا صورت لنا القانون عامل ازاي، صورت لنا الناس دي كانت بتفكر ازاي، صورت لنا ان هم كان عندهم طباع في القرن ال16 ان الراجل لازم يتجوز واحده غنيه، وانها لما بتبقى فقيره ما بيرضاش يتجوزها، بل بالعكس يسيبها. وده واضح جدا على سبيل المثال في تيمينج ذا شرو اللي هي ترويض الشرسه، واللي اتعملت عندنا فيلم لرشدي اباظه ولبنى عبد العزيز في من حواء، او استاكوزا للراحل احمد زكي. واتعملت برضه في كينج لير لما الملك لير تبرأ من بنته الصغيره لان هي ما قالتلوش الكلام الحلو اللي هو عايز يسمعه، وخلاص قال لها انت مالكيش حاجه في المملكه بتاعتي. فكان في واحد جاي عشان يتجوزها قال لها انا مش هقدر اتجوزك، انت بقيتي فقيره دلوقتي ما تناسبنيش.